الشاب ده اتحكم عليه ب 45,000 سنه سجن. ياهو، انا بتكلم جد مش بهزر. محمد عمره 33 سنه واخترع لعبه اسمها مصرف المزرعه، واقنع ناس كتيره جدا انها ممكن تستثمر في اللعبه وهتطلع ارباح 100%. بس كل اللي هتعمله هتشتري جاموسه، خروف، معزه، فرخه، وده طبعا في الابليكيشن. وارباح الحيوانات دي بترجع للمستثمرين، واول فتره الاستثمار بيدي لكل واحد 100% من الفلوس اللي هو دفعها وده طبعا عشان يطمنه، لحد ما وصل المبلغ ل 80 مليون دولار، يعني بالجنيه كده حوالي 9 مليار. محمد صايع خد الفلوس واختفى هو وصاحبته، لكن الانتربول جابه واتحكم عليه ب 45,000 سنه سجن. بس اقول لكم على حاجه، الواد ده مشغلها مش صاحبته، الدماغ. نسيت اقول لكم على حاجه، كل يوم كلنا بنشرب حاجه بتضرنا جدا. لو عايز تعرف هي ايه، خش بقى على اللينك اللي موجود في البايو او الكومنت اللي انا حاطه في الكومنتات وافهم الدنيا هتمشي ازاي.